هبدأ ان انا اغلفها كده بالمنظر ده.
بصوا يا بنات، انا ابدا اشكل كام شكل كده من الورده واللونين مع بعض. بصراحه انا شايفاهم تحفه جدا ما شاء الله. هتشوفوا انا هعمل معاكم ازاي. انا هعمل معاكم واحده كده على السريع اوريكم بنعملها ازاي. خلي بالك سهل خالص ان انت تعملي منها اشكال كتيره، واحنا كنا عملنا منها اشكال قبل كده، ورود يعني. تمام. بس ده شكل تاني خالص زي ما قلت لكم، وفكره تانية خالص. ويا رب تستفيدوا معايا يا رب. هبدا اعملها معاكم زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده. انا عاملاها بالراحه عشان تشوفوا انا عاملاها ازاي. وبدل ما كنا بقى نحط فصوص او نحط استرسات او اي حاجه، هحط جزء من اللون التاني جوه البامبي، واحطها كانه فص، بيدي منظر جميل بصراحه والله. شايفين دي؟ انا مدخله برضو فيها البامبي في الازرق. ايه رايكم فيها؟ بسيطه وسهله جدا. نفس الفكره اللي عملتها قدامكم، بس حطيت الجزء جواها ازرق وجزء بامبي. دي برضو هعملها كده الاتنين جوا بعض، نفس اللي عملته في البامبي عملته في الازرق، وجواها حته زرقاء كده اعملها كانها فص. انا بوريها لكم قبل ما احنا هنكملها، وهعمل كذا واحده برضو قدامكم عشان تشوفوها معايا. تمام. شايفين يا بنات؟ ده شكل تاني برضو خالص من الوردة، شكل تاني جديد جميل خالص. وابدأ برضو اللي انا اظبط معاه كده برضو الوردة البامبي واعملها. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام كده عشان ناخد ثواب، وربنا سبحانه وتعالى يدينا ثواب ويتقبل منا اعمالنا يا رب العالمين. خليكم معايا لاخر الفيديو، لسه هنعمل حبة افكار تحفة مع بعض بامر الله. احنا لسه كده يعتبر ما عملناش اي حاجة، يعني حاجات كلها بسيطة كده، واللي احنا بنعمل الورود باشكال جديدة وبندخل فيها الالوان مع بعض. ولو عندك الوان تانية برضو ودخلتيها، بيبقى فيه برضو منها برضو اصفر، اصفر مع ازرق، احمر، احمر مع ازرق كده، بيدي برضو منظر جميل. دول شكلين اهم. تمام. وده شكل تالت اللي انا قلت لكم عليه، اللي بندخل لونين فيهم مع بعض. ماشي يا حبايبي. دي برضو هحط لها كده حته زرقاء كانها بالظبط ستريس حطاه جواها، مش هجيب لها اي ستريسات خالص من بره. تمام.
انا اسفة لو طولت عليكم الفيديو شوية، بس عشان خاطر اللي حابب اللي هو يتعلم ازاي يعمل الورود وكده يستفيد ويتعلم اللي هي سهلة جدا ويعملها بطريقة بسيطة بإذن الله. بصوا انا قسمت القارورة زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. قلت لكم في افكار لسه ما اشتغلناش فيها حاجة خالص، مش هرمي الجزء التاني ده، بأمر الله نعمل بيه فكرة تانية جميلة جدا، مع برضو الاجزاء اللي كنا بيها في الفيديوهات التانية نعمل بيها افكار جميلة جدا بأمر الله. تمام. وعصاية الشيش طاووق دي هنشوف هنعمل بيها ايه، برضو في نفس الوضع نستخدمها مع الشكارة اللي هي بتبقى مخرمة دي، بتبقى الوان، هنستخدمها لو عندك شريط ستان برضو مفيش مشكلة خالص، يكون مثلا لونه ازرق او لونه بامبي، هيبقى جميل برضو مفيش ادنى مشكلة، وهتلفيه عليه بالمنظر ده بحيث برضو ان انا اداريها واديها منظر يكون جميل. ولو لسه ما عملتيش لايك انزلي تحت اعملي لنا لايك يلا، واشتركي في القناة عشان نبقى معانا في كل الافكار الجديدة بامر الله. تمام. انا هبدأ كده ان انا اقص زيادة برضو. الفيديو ده فيه افكار كتيرة جدا ممكن ان انت تستغليها وتعمليها بكل بساطة، يعني فيه كذا فكرة هتعمليها يعني مفيش ادنى مشكلة. وياريت تجربوا الفكرة دي وتقولوا رأيكم ايه في الكومنتس تحت. انا خلاص خلصتهم زي ما انتوا شايفين معايا بالمنظر ده. تمام. وهبقى اكمل الباقي، وهبدأ بقى ان انا ادخل العصاية في الوردة بالمنظر ده. انا جربت فيهم واحدة لونها احمر كده على العصاية، بس بصراحة ما عجبتنيش قوي يعني، اللون طلع معاهم غريب يعني، فهعملها ازرق تاني.
وبعد ما غلفناها يا بنات، دي الصخور اللي بتبقى موجودة عادي في البحر، او بتبقى موجودة عادي يعني متوفرة، بس بتلاقيها اكتر في البحر كده وانتوا رايحين تصيفوا كده ولا حاجة. لمي حبة صخور وهتعملي بيهم اجمل اشكال، وتعملي الفكرة، وهتبقى جميلة جدا معاكي، وتوريني شكلها في الكومنتس تحت. وهبدأ ان انا احطها كده تدي كمنظر. كانت دي بعضها انا كنت عاملة بيها معاكم فيديو قبل كده، فكنت ملونة بعضها ذهبي وبعضها بامبي. قولوا رأيكم ايه. فقلت ان انا ازينها واحطها برضو من غير ما انتي، انا حاطة جزء برضو من غير ما ادهنه، ممكن برضو من غير ما تدهني عادي تحطيها، هتدي منظر لذيذ معاكي. وقولي رأيك تحت في الكومنتات، حلوة ولا نص ونص. دي كانت البامبي اهو، والدهب اللي انا لزقته، وفي اللي هو من غير الوان خالص.
ده التل بتاع السبوع يا بنات، انا قلت ان انا استغله اضيفه كده يعمل منظر كده حلو ولذيذ. خليكم معايا، احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه هنكمل بقيه الشجره بتاعتنا الجميله دي. احنا لسه ما عملناش يعتبر فيها، لسه بقى التاتش الاخير بتاعي. تمام. فدي انا هحطها كده وهزينها بيها من فوق. خليكم معايا وقولوا رايكم حلوه ولا لا. يا رب تكون الفكره عجبتكم، ويكون منظرها واضح معاكم في التصوير. من حاجه بسيطه خالص عملنا شكل جميل. ما تنسوناش بقى لو عجبتكم الفكرة بلايك جميل منكم واشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. مع السلامة. فكرة جديدة وابتكار جديد في قناتكم عيش وابتكر.